بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل كشري الزعيم عندنا في دمياط. باذن الله هنعمل بقى شويه بصل حلوين كده اللي هو بيتحط على الوش، ده اهم حاجه هنبدا بيه. هنحط شويه زيت كويسين لان هنستعمل الزيت ده في كل حاجه، ونحط بقى فيها البصل. احنا مقطعين البصل جوانح كبيره علشان هيتحط على وش الكشري، ونفضل بقى نقلب فيه لغاية ما يوصل للون بتاع الكشري، اللون البني الغامق. هنسيبه بقى على النار ونروح نعمل البصل بتاع الصلصة. هنسيبه بقى على النار. هو بصل الصلصة بقى قطعناه يا بصلاية، قطعناها صغير. هو الكشري مكوناته كتير شوية بس طعمه كان لذيذ. متعب، هو متعب شوية. دلوقتي عملنا البصل قطعناه صغير وحطيناه على النار علشان نعمل الصلصة. كل شوية طبعا هنقلب في البصل اللي هو بيتحط على الوش علشان ما يتحرقش. معانا دلوقتي الناحية التانية، ايوه ده البصل اللي احنا هنعمل بيه الصلصة. هنقلبه لغاية بس ما يصفر بقى، يعمل لون الجلد ده، وهننزل عليه بالطماطم. وطبعا ما هننساش البصل التاني. معانا الطماطم، نجيب شوية طماطم محترمين كده علشان طبعا الصلصة تبقى حمرا وحلوة. انا ما بحطش عليها صلصة اللي هي المعلبة دي، انا بحب بصراحة اطبخ بالحاجة اللي هي الطبيعية، ما بحبش المعلبات. هعمل بقى شفشق طماطم كده حلو واحطه على ايه، على البصل بعد ما اصفر، واصفيه عشان ما فيش حاجة تبقى فيه كده قطع ولا حاجة تيجي في بق اللي بياكل. وهقلبه وانزل عليه بقى بملح وفلفل اسود وكمون. ملح وفلفل اسود وكمون بس، واسيبها بقى لغايه ما تتسبك براحتها. حطينا كمان نص معلقه كمون ونص معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح، واقلبه واغطي عليه واسيبه يتسبك بقى براحته. بعد كده ايه، هنقلب البصله طبعا مش هننساه، وده الحمص هنسلقه. انا نقعاه من امبارح، غسلاه ونقعاه من امبارح. ونقع العدس، يعني نقعت العدس اللي هو الجبة حوالي ساعتين. خلاص البصل كده وصل للون اللي انا عايزاه. اطلعه على مناديل علشان ينزل الزيت اللي فيه كله، سيبش فيه اي زيت علشان طبعا ما يبقاش طري، كان بيقرمش. طالما اطلعه على مناديل وانزل الزيت اللي فيه كله هيبقى ماسك نفسه ومقرمش. خلاص كده احنا خلصنا الكمية كلها. وده اول حاجة في الكشري لازم بعملها، اعمل البصل واركنه على جنب علشان اخد الزيت بتاعه اعمل بيه كل حاجة. لان انا بعمل الكشري المكرونة مش مسلوقة، ما بسلقهاش، بعملها بطريقة مختلفة شوية. هنا عندنا الحمص اتسلق، هنركنه على جنب مع البصل. هنبدأ نعمل بقى ايه في مكونات الكشري. اول حاجة المكرونة، هناخد طبعا الزيت اللي عندنا لان انا قلت الزيت مش هنرميه. اخدنا الزيت نصفيه كله في الحلة، ولو محتاجين شوية زيت ممكن نكمل عليهم، انا حطيت شوية صغيرة. وبعد كده هنزل عليه بقى طبعا ايه بالمكونات حاجة حاجة. اول حاجة عندنا المكرونة، هننزل بالمكرونة ونفضل نقلب فيها لغاية ما تتحمر، نحمرها. وبعد كده ننزل باللي بعديه، افضل اقلب فيها لغاية ما تتحمر. وبعد كده اشيلها احطها في طبق كده. تقريبا الصلصة كانت اتسبكت، طبعا ادوق، لازم ادوق. اتسبكت وهطفي عليها. خلاص هي كده اتسبكت، هطفي عليها بقى واركنها على جنب عشان استعمل النار التانية. اقلب بقى المكرونة لحد ما توصل للون اللي انا عايزاه، تتحمر مش قوي برضو، لان انا قلت لحضراتكم انا ما بسلقش المكرونه، انا بعملها كده بيبقى طعمها لذيذ جدا، وبتبقى مفرفته كده من بعضها وبتبقى لذيذه كده. اول حاجه عملناها المكرونه، هنشيلها في طبق على جنب عشان هنكمل بعد كده في نفس الحله ونفس الزيت. واصفيها جامد من الزيت، انقلها كلها، مخليش اي حاجه في الحله علشان ما تتحرقش. خلاص كده تمام. انزل بايه اللي هي المكرونه الاسباجيتي، شويه صغيرين ما كانش كتير يعني، مش مشكله حتى لو مش موجوده الاسباجيتي، مش مشكله، اهم حاجه ان انا حطيت نوع مكرونه. احتاجت شويه زيت صغيره، لازم اصفي الازازه، مش هرميها غير لما اصفيها. اصفيها كلها واقلب.
قبل ما اوصل برضو للون اللي انا عايزاه. بس خدي بالك الاسباجيتي بتتحمر بسرعه علشان ما تتحرقش مني. اشيلها كلها من الحله، وبعد كده بقى هنزل بالشعريه علشان اعمل الرز كله في نفس الحله ونفس الزيت. اعمل بقى الشعريه اقلبها قبل ما توصل للون اللي انا عايزاه، انزل عليها بالرز. انا غاسله الرز ومجهزاه، افضل اقلب فيها. كله بيتعمل في حله واحده. انا بعمل مكونات الكشري كلها في حله واحده كده. خلاص هننزل بعد كده بايه؟ بالرز. هنزل بالرز واقلبه برده معاه تقلبتين كده عشان كله يتشمع مع بعضه. ولسه ناقص كده معانا مكون واحد، العسل العدس اللي بجبه. انا نقعاه بقالي ساعتين بس وما بسلقوش. العدس بجبه مش بيتسلق لان هو بيستوي بسرعه جدا، هيستوي مع الرز والمكرونه. نزلت انا بقى بالمكرونه اللي انا سلقتها كلها، اللي انا حمرتها في الزيت، المكرونه الاسباجيتي والمكرونه العاديه. وهنزل بقى عليها بميه لغايه ما اغطيها. ازود لها الميه سنه صغيره اكتر من الرز يعني. اغطيها كلها واحط لها الملح بتاعها المناسب. انا حطيت معلقه ونص ملح، واغطي عليها واسيبها تستوي براحتها كده. خلاص الكشري مكوناته كلها في حله واحده. حله واحده بس عملت فيها كل المكونات وما سلقتش اي حاجه. انا بصراحه الكشري اللي بيتسلق ده كده بحس ان هو معجن وماسك في بعضه، انما ده بيبقى مفرفط كده ومفلفل وحلو. اغطي عليها بقى واسيبه يستوي براحته. والصلصه خلصت. هنعمل بقى ايه؟ الشطه. هناخد معلقتين مغرفتين صلصه ونحط عليهم نص كوبايه ميه. نص كوبايه ميه بس. واحط معلقه شطه حلوه كده محترمه واسيبها على النار تغلي دقيقتين. المعلقه دي صغيره، لا دي ايوه كده، معلقه صغيره شطه حلوه كده محترمه، واسيبها على النار تغلي براحتها. انضف بقى مكاني طبعا علشان اعمل اللي هو الثوم والخل والليمون، ده اهم حاجه طبعا. معانا 6 فصوص ثوم تقريبا، هقطعهم في الخلاط. ومعايا خل وليمون، احط نص كوبايه خل ومعاها نص كوبايه ميه. نص كوبايه ميه مع الخل، ومعايا بقى الليمون هعصره كله. معايا حوالي 4-5 ليمونات، مش فاكره كانوا كام بصراحه، 4 أو 5 ليمونات. هعصرهم كلهم في الخلاط، وبعد كده اشغل عليهم الخلاط اخلطهم كلهم مع بعض واصفيهم. تمام. انا كده هعمل كل الليمون وارجع لكم. خلاص انا عملته كله كده في الخلاط. هضربه بقى مع بعضه، هضربه حوالي 3-4 دقايق علشان التوم كله يتهرس، ما يبقاش فيه اي توم. خلاص كده الصلصه خلصت، الشطه خلصت، هنركنها على جنب. ومعانا التوم والخل هنصفيه عشان لو في اي توم نصفيه كله ونركنه برضو على جنب جنب البصل والحمص. وكده خلاص احنا خلصنا. والله احلى طبق كشري دقته. هنغرف بقى، نعمل طبق كده كل المكونات مع بعض في الحله، المكرونه والرز والعدس اللي بجبه والشعريه كلهم مع بعض في حله واحده. ودي الصلصه، كل حاجه سخنه. وانزل عليها طبعا بالحمص والشطه بقى والدقه اختياري يعني. انا حطيت معلقه صغيره واللي محتاج يبقى يزود عشان ما تبقاش حراقه. واحط برضو الدقه برضو 2-3 واللي عايز يزود يزود براحته. والبصل بقى اهم حاجه، ده بطل الحكايه كلها. اهم حاجه البصل. شويه صلصه كمان اللي محتاج برضو يزود. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك. مع السلامه.